ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن البروكاب الحراري بناء على طلب صديقة للقناة كتبت في فيديو من الفيديوهات انها عايزة تعرف البروكاب الحراري بيستخدم ازاي وازاي نظبط درجة حرارته بحيث ان هو ما يضرش فروة الراس بتاعتنا. فحلقة النهاردة هنعرف فيها ايه هو البروكاب وايه هي استخداماته اللي احنا المفروض نستخدمها فيه علشان نظبط طريقة حمام الزيت بتاعتنا. وكمان هقول لكم ان احنا مش بس بنستخدمه في حمامات الزيوت، لا ده انت كمان تقدري تستخدميه وانت عامله حنه لشعرك او انت عامله الصبغه علشان تقوي من تاثير الحنه او الصبغه على الشعر وتقللي من الوقت اللي انت بتقضيه اللي بيبقى مكتوب على العبوه. زي مثلا الصبغه لما يقولك انت هتقعدي بيها نص ساعه، فانت ممكن تخلي الوقت ده تلت ساعه، وفي نفس الوقت الايفكت ده بيزيد باستخدام البروكاب الحراري لانه بيديكي حراره في الشعر وبيفتح المسام بتاعه الجلد وبيفتح مسام الشعرايه، فبيخليها تقدر تستقبل بسهوله كل المواد المغذيه اللي انت بتحطيها عليها او المواد اللي انت عايزه تلوني بيها شعرك. مع العلم طبعا ان انا مش بحب ابدا استخدام الصبغات لانها حرفيا اكتر سبب والسبب رقم واحد في تدمير الشعر. حتى انا بالنسبه لي لاني قعدت فتره كده كنت بحب اغير كل فتره في لون شعري، فعلا شعري اتدمر منها. ودلوقتي بدات الجا ان انا لما بحب اغير لون شعري بغيره بالحنه. الايفكت بتاعها مش بيبقى نفس الصبغات وما فيهاش كل الالوان، بس في النهايه هي حاجه صحيه. نرجع للبروكاب الحراري بتاعنا. ايه هو البروكاب؟ البروكاب هو عباره عن جهاز المفروض ان انت بيبقى زي البونيه كده زي ما انت شايفه، وبيكون ليه فيشه. الفيشه دي لما انت بتحطي البروكاب في الكهرباء بتقدري ان انت تشغليه على درجتين من درجات الحراره. دي درجه بتبقى متوسطه ودي درجه بتبقى عاليه، فبيعمل حراره هنا عن طريق ان في سلوك جوه البروكاب ده. فالمفروض السخونيه اللي بتتنقل هنا عن طريق البطانه دي لما تحطيها على الشعر بتروح مفتحه لك المسام بتاعه فروه الراس، فبتقدر ان انت البصيلات بتاعه الشعر تستفيد من الزيوت اللي انت بتحطيها على شعرك. البروكاب عموما هو عباره عن طبقتين. الطبقه دي اللي هي بتلمس الشعر بتبقى بسوسته زي ما انتم شايفين. الهدف منها اهي ان انت تفصليها وتغسليها علشان لو اتوسخت من الزيت، وده اكيد طبعا انها هتتوسخ وتبقع. الطبقه اللي جوه دي زي ما انتم شايفينها الطبقه دي مغلفه وهي فيها، هنقربها شويه عشان تبان، فيها هنا سلوك. السلوك اهي باينه عامله دواير دواير دواير. السلوك دي هي اللي بتسخن وبتنقل السخونه لفروه الراس، فتبدا ان هي تفتح لك البصيلات بتاعه الشعرايه. البروكاب الحراري كمان مزود برباط. الرباط ده هدفه ان انت تقدري تقفلي البروكاب على قد الفروه بتاعه الراس، يضيق زي ما انتم شايفين كده. بيبدا ان هي تضيق على قد فروه الراس بحيث ان انت تحاولي على قد ما تقدري ان انت ما تجيبيش البروكاب على ودنك، علشان لو انت غطيتي كده ودنك بالبروكاب وبدا ينقل الحراره لجوه الودن وبعد كده قلعتي البروكاب، انت كده اكيد هتبردي وبعد الشر يجيلك ايه زي التهاب كده في الاذن الوسطى، فبلاش اصلا. فانت دايما بتحاولي تخلي البروكاب بيبقى على فروه الراس بس من غير ما يبقى يلمس الودن بتاعتك او يبقى على الودن بتاعتك، عشان زي ما قلنا ان انت ما تتعبيش. ادي اهو ده البروكاب اهو. المفروض ان انا بلبسه كده بعد ما بحط حمام الزيت، بتلبسيه على راسك كده. ولو تعرفوا عامل زي الشينيون اللي بيبقى عند الكوافيرات كده اهو، وبتبداي ان انت عن طريق الرباط ده تشدي 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 لغايه لما تقفلي على الراس. وزي ما انتم شايفين بخليه بعيد عن الودن عشان ودني ما تبردش، وبتبداي ان انت تستخدميه او تشغليه عشان ينقل الحراره لفروه راسك. طيب اولا عشان تبقي شايفه، هو البروكاب صناعه صيني وفي منه كذا براند وكذا خامه. الخامه دي هي احسن واحده. انا جبت قبل كده واحده كانت من بره لونها فوشيا غامق، كانت حلوه مش وحشه، بس ما كانش فيها درجتين حراره، كانت درجه حراره واحده، وما كنتش حاسه ان هي في الماتيريال بتاعتها نظيفه زي دي. حاولوا لما تجيبوا اللي هو المبطن اللي هو من جوه ده، دي لونها جراي، معرفش التصوير جايبها ولا لا، اللي هو الرمادي الفاتح، وده من بره لونه بينك مش فوشيا غامق، لا هو لونه بينك. السوسته من بره اهي
يعني كبيره وحلوه، بتقدري تتحكمي زي ما قلنا ان انت تخلعي ده عشان تغسليه، وبرباط من هنا. معاه ده معرفش ده بتسموه ايه، اللي هو بيظبط درجه الحراره، ده درجتين، هو كده طبعا على الاوف، ولما بيشتغل بتروح اللمبه الحمراء دي منوره، انا مش موصله بكهرباء، اللمبه الحمراء دي بتروح منوره، بتعملي على درجه حراره متوسطه او عاليه، وهنقول امتى المتوسطه وامتى العاليه. ودي الفيشه بتاعته، طبعا احنا عندنا في مصر مفيش الفيشه اللي بالمنظر ده، فانا جبت له اللي هي الفيشه الثلاثيه دي، وفي واحده تانية بتتباع عند الكهربائي برضو بتبقى 2 بس زي دي كده، مش فيشه ثلاثيه، بس دي كانت عندي يعني، فدي اللي بيشتغل بيها عندي. بحطه في الكهرباء وببدا اشغله. بشغل امتى على درجة الحرارة اللي هي دي؟ درجة الحرارة الاولانية بشغلها لما بنبقى في الصيف، كده كده بتبقى الدنيا حر، الدنيا بتبقى سخنة حواليكي، فانت بتشغلي على درجة الحرارة اللي هي الاولى، وبتسيبي البرو كاب في فصل الصيف بتسيبيه تلت ساعة، تمام، وبعد كده بتفصليه وبتسيبي البرو كاب على راسك علشان يبرد، لان هو اصلا بيبقى جواه حرارة لانه قاعد يسخن تلت ساعة، وبعد كده بتسيبيه زي ما هو، بتفصلي خلاص انت فصلتي دي من الكهرباء، قومي بقى ظبطي شوية حاجات في البيت وانتي لابساه تلت ساعه، وبعد كده ارجعي تاني وبرده شغليه تاني كمان مره كمان تلت ساعه، وافصليه واستني لما يبرد. واعتقد دي هتبقى فتره كافيه جدا هتغنيكي ان انت تقعدي بالاربع والخمس والست ساعات لحمامات الزيت، لان زي ما احنا عارفين حمامات الزيوت كلها بيقولك ان انت المفروض تقعدي من 4 ل6 ساعات، عشان وانت كمان رابطه راسك علشان شعرك يستفيد. وكنا زمان لما بنحب نقلل المده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنلبس كيس بلاستيك على شعرنا، وكنا بنجيب فوطه ونبلها ميه سخنه ونعصرها ونلف شعرنا في الفوطه، وبعد كده الفوطه تبرد فنسخنها تاني. البرو كاب بصراحه اغنانا عن الموضوع ده. في الشتاء ببدا ان انا اشغل على درجه الحراره العاليه، لان طبعا بتبقى هو مكتوب عليه اهو رقم 2 اللي هي درجه الحراره العاليه، بشغله نص ساعه، لان في الشتاء طبعا حتى لو درجه الحراره عاليه الجو بيبقى برد جدا، فنص ساعه بتبقى حلوه قوي. في ناس بتطول لساعه الا ربع، بس انا بقول لكم على اللي انا بستخدمه عشان ما يجيليش صداع، ما احسش بسخونه، والسخونه دي تجيب لي بعد كده الصداع لما اكشف راسي وتتعرض للهواء. واسيب برده البرو كاب بعد ما افصله بعد النص ساعه، اسيبه زي ما هو تاني على شعري لغايه ما يبرد، بياخد له حوالي ربع ساعه مثلا في الشتاء. ابدا اشغل تاني كمان نص ساعه وافصل، وكمان مره نص ساعه وافصل، يعني في الشتاء بشغله 3 مرات. وده لان برده في الشتاء بتبقى درجه الحراره منخفضه، رقم 1. رقم 2 الجو ما فيهوش رطوبه، فاوريدي انت شعرك وبشرتك كمان بيبقوا جافين جدا، فبحاول ان انا اغذي شعري بالزيوت على قد ما اقدر. البرو كاب حقيقي ممتاز، بيغنيكي عن ان انت تقعدي بالساعات حاطه شعرك في لفاه بقى، في ستريتش حراري، في كيس، في فوطه مبلوله، فهو مميز جدا في الموضوع ده. هقول لكم على تركايه كده بعملها علشان ما اضطرش ان انا كل مره اغسل الجزء ده، وهي ان انا بجيب الشاور كاب البلاستيك ده، بيتباع في الصيدليه وسعره رخيص ومحلات المنظفات، او الشاور كاب اللي هو بيبقى لونه عامل كده زي القماش البامبرز بتاع الاطفال، بيبقى لونه لبني كده، برده ده حلو جدا. بلبسه بعد ما بعمل حمام الزيت. انا بوزع زي ما قلت لكم قبل كده في حلقه فاتت، بوزع حمام الزيت عن طريق الازازه دي، بخلط فيها الزيوت اللي انا عايزه اعمل بيها حمام الزيت، وببدا ان انا عن طريق الفتحه الصغننه دي ببدا اوزع على فروه الراس، وبعد كده بروح عامله مساج خفيف والم شعري، وبعد كده اروح حاطه البرو دي الاول علشان ما اوسخش البرو كاب، وبعد كده بروح لابسه البرو كاب واشغله زي ما قلنا تلت ساعه في الصيف، نص ساعه في الشتاء. فبالتالي انت غذيتي شعرك، البرو كاب فضل نظيف زي ما هو، وشعرك استفاد فعلا بكل الزيوت. ودي هتلاحظيها لما تجيبي البرو كاب وتستخدميه، هتلاقي فرق بين ان انت ما كنتيش بتستخدمي البرو كاب وانت بتعملي حمام زيت، وبين برضو ان انت لما بتعملي حمام الزيت باستخدام البرو كاب. من غير البرو كاب انت بتقعدي فتره طويله، دي اول حاجه. تاني حاجه فعلا شعرك مش بيستفيد بكل كميه الزيوت، حرفيا ما بيستفيدش بكل كميه الزيوت فعلا، وده هتلاحظيه لما تستخدمي البرو كاب. تالت حاجه انت ما بتحسيش ان الشعرايه بيبقى فيها ليونه ولا مفروده زي ما بتستخدمي البرو كاب. البرو كاب بيدي حراره لفروه الراس وللشعرايه، فبيخليها تستقبل كل المغذيات بمنتهى السهوله. من اهم الزيوت اللي بستخدمها في حمام الزيت زيت الارجان رقم 1، زيت العنب رقم 2، وده زيت ممتاز لفروه الراس
وللشعرايه بيغذي بطريقه رهيبه جدا. زيت الجوجوبا لو الشعر فيه قشره، وطبعا زيت الزيتون، بس انا بصراحه ما بستخدمش زيت الزيتون كده سك لان هو تقيل قوي، بخلطه باي حاجه من الزيوت السابقه. طيب هل البرو كاب بينفع مع حمام الكريم؟ طبعا بينفع مع حمامه الكريم، ان انت بتغسلي شعرك وبتبداي توزعي عليه حمام الكريم وبتبداي تلبسي الشاور كاب بتاعك وفوقيه البرو كاب. لو انت ما عندكيش الشاور كاب هتلبسي البرو كاب على فروه الراس على طول، وبعد ما تخلصي هتخلعي دي وهتبداي ان انت تغسليها عادي خالص تحت الحنفيه بميه وصابون وتنشريها، ولما تنشف بمنتهى السهوله بتقدري تركبيها، لان السوسته بتاعتها زي ما قلنا هي سوسته كبيره في الحجم، وبتقدري ان انت تدخليها في الناحيه الثانيه دي بمنتهى السهوله خالص، بتدخل بمنتهى السهوله مش بتعمل اي ازمات، وبتبداي تستخدميه تاني وتالت. البرو كاب يا جماعه بجد انا بعتبره من الحاجات البيست سيلر واللي لازم تكون موجوده عندك في البيت، لان هو فعلا لا غنى عنه. اذا كنت انت بتعملي حنه، بتعملي صبغه، بتعملي حمامات زيت، فحقيقي انت محتاجه البرو كاب معاكي صيف وشتاء. يا رب تكون الطريقه وصلت لكم، ولو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت اكون جاوبت على سؤال صديقتنا. هرجع تاني للكومنت واحط لها لينك الحلقه فيه وتكون استفادت من ازاي تستخدم البرو كاب. يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات لو انتوا كنتوا فعلا بتستخدموا البرو كاب ولا لا، ولو حد عنده نيه في شراء البرو كاب برده يكتب لنا لانه فعلا هيستفيد، وتقترحوا علينا في الحلقات ممكن نتكلم في ايه تاني. ويا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.